حقن النضاره دلوقتي هي الترند اللي في السوق. طبعا طبعا. ودي في ميزه حلوه قوي، انا بعتبرها زي صيانه الجلد، زي ما بتعملي صيانه للعربيه. ما تنتظريش نتيجه من حقنه النضاره من اول مره، لا. مم. حقنه النضاره دي اكنك بتبني هرم، انت بتقللي علامات تقدم السن. مم. يعني البيشنت دي دلوقتي عندها 30، بس هي مواظبه على حقن النضاره، شوفيها وهي عندها 40 سنه. يعني المفروض ان انا استمر عليها لمده قد ايه؟ هو بروتوكول معظم حقن النضاره بنعمل مره كل شهر لمده 3 شهور، وبعد كده بتعملي مره كل 6 شهور. دي اغلبياتهم، في طبعا انواع تانية بتقعد ياقوت شويه. وعنبر ومش عارفه ايه وايه، كتير، بلاقي وابره اسامي النضاره الملكيه والحقنه الماسيه، انواع كتير جدا. وكل نوع مختلف عن التاني، يعني ايوه، على احنا حسب اللي ايه بقى؟ بنحدد بشرتك انت محتاجه ايه، انهي نوع فيهم هيحل مشاكلك، لان حقن النضاره كتير جدا. مم. والنضاره بتاع تحت العين بقى فيه منتجات معينه للعين ليها برضه حقن نضاره. تحسن لك بقى الخطوط الرفيعه قوي دي، اللي انتوا بتفتكروا ان احنا بنحقنها بوتوكس. يعني الخطوط اللي جنب الرمش دي ما ينفعش، دي بنضاره. دي حقن النضاره بتحسنها جدا لانها بتنتج كولاجين. هي الخطوط دي حصلت ليه؟ الجلد هنا رق وضعف ومبقاش فيه كولاجين مع تقدم السن. مجرد ما بتحقني حقن النضاره مره في مره، الكولاجين بيتحفز ويتكون، فيحسن لك جدا من الخطوط اللي تحت العين.